هتحلوها ازاي دي بقى يا افاقين يا منافقين؟ هتغيروا اللائحه برضه وتفصلوا قانون؟ دي اعارات النادي الاهلي في بدايه الموسم يا كباتن. معانا رضا سليم راح الجيش الملكي المغربي اعاره، محمد الضوي كريستو راح النجم الساحلي التونسي اعاره، عمر الساعي راح النادي المصري، كريم الدبيس راح سيراميكا كليوباترا، مصطفى مخلوف حارس المرمى راح مودرن سبورت، سمير محمد المهاجم راح بتروجيت. دي 6 اعارات يا كابتن ايمن في بدايه الموسم خرجوا من النادي الاهلي. دلوقتي في يناير يا كباتن مصطفى العش راح النادي المصري اعاره، مجدي قفشه راح نادي الاتحاد السكندري اعاره، عمر كمال راح سيراميكا كليوباترا اعاره، احمد رضا راح البنك الاهلي اعاره، والمغربي اشرف داري خرج من القائمه حتى الان. المفروض انه هيعار لاحد الانديه بس لسه لم يتم اعارته حتى الان. متفقين يا كابتن اسامه على الاسماء دي ولا في خلاف معايا؟ لا، ما انت فعلا الاسماء دي طلعت اعاره. لسه بس اشرف داري. خدت بالك كابتن اسامه حسني اهو جوز بنت الخطيب شخصيا اكد على الاسامي والصفقات والاعارات، ركز بس عشان تسمع موقفه في اخر الكلام. لائحه اتحاد الكره في بدايه الموسم بتقول لا يجوز لاي نادي ان يقوم باعاره اكثر من 6 لاعبين خلال نفس الموسم. دي لائحه اتحاد الكره اللي وقع عليها كل الانديه ال21 المشاركين في بطوله الدوري الممتاز. ماكسيمم حد اقصى 6 لاعبين فقط من النادي الواحد يتم اعارتهم. النادي الاهلي حتى الان اعار 11 لاعب، 11 لاعب خرجوا من النادي الاهلي اعاره بتصريحات رسميه من مسؤولي النادي الاهلي بالموقع الرسمي. خرجوا ال 11 لاعب دول اعاره، في حين ان اللائحه بتمنع اعاره اكتر من 6 لعيبه. فده بنوجه سؤال، لو مسؤولين النادي الاهلي عندهم رد يردوا، لو اتحاد الكوره برضه حد في لجنه شؤون اللاعبين يرد. اللائحه بتقول 6 لعيبه بس لا يجوز لاي نادي اعاره اكتر من 6 لاعبين خلال نفس الموسم بس. النادي الاهلي اعار 6 لاعبين في بدايه الموسم واعار 5 لاعبين في شهر يناير حتى الان وانا بكلمك، ولسه عدد قابل للزياده. 11 لاعب خرجوا اعاره من النادي الاهلي. ده ضايقك؟ نعم. انت ضايقك كخالد؟ ضايقني؟ اه. هو المفروض اللائحه تتطبق على كل الانديه يا كابتن مهيب. ماشي، انا بقى بسالك انت ضايقني طبعا. مش هتيجي تاني، خلي بالك انت مش هتيجي تاني. استحاله يا مهيب الكلام اللي بيقوله خالد ده ممكن يكون، لكن استحاله يكون، لان من المفترض ان كل اللوائح بيتم تطبيقها على كل الانديه. انا اول واحد اهو لو في حاجه زي دي، بس خلي بالك في شروط، اكيد في حاجه بالظبط كده. يعني هو خالد بيحب كده، خالد بيحب يوديك للحته ان انت ممكن. فهو دلوقتي هيبص على الحاجه. دي ايه اللي انت عملتها دي؟ ايه دي ايه اللي انت عملتها؟ لا يعني في عقود مثلا ثلاثيه تتعمل في يعني في حاجات اكيد في حاجه. لو ممكن خلي بالك في لعيبه في الاهلي يعني في الاول السنه هو اي حاجه بس الموضوع يعدي. يعني في ثغرات، في نفقات. لا المهم الموضوع يعدي. هو بيتكلم عليها بيقول اعارات وتكون اللعيبه دي تم بيعها نهائيا، مش داخله في حته الاعارات. لا هو ملوش دعوه اللائحه هتطبق على كل الانديه ولا لا، ما هم كده كده عارفين انها ما بتطبقش على الاهلي. هو بيسالك ده ضايقك انت كخالد؟ اصل ده اللي يهم الجمهور المشاهدين، مش مهم الفساد واللائحه ونزاهه المنافسه، كل ده كلام كليشيهات ملوش لازمه. ايوه ممكن فعلا يا كابتن اسامه، مع ان انت نفسك بنفس لسانك ده لسه من اقل من دقيقه قلت ان الاسامي دي صح كلها طلعت اعارات، بس في اخر الكلام بقى ممكن يكون في منهم طلع بيع نهائي. بس اداره الاهلي قالت اعاره